السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم في قناة ريحانة الجنة 114. وصفتنا لليوم زي ما انتم شايفين كبة البرغل باللحمة. عندي كيلو من البرغل الناعم، بغسله مباشرة، بصفيه، بضيف له كاستين من المي المغلية، لازم تكون مي مغلية، وبتركه لمدة 10 دقايق. هلا المقادير: كل كيلو من البرغل بضيف له نص كيلو من لحمة العجل، بتكون هبرة يعني ما فيها دهون. محتاج بصلتين كبار. طبعا البهارات زي ما انتم شايفين: معلقة فلفل أسود، معلقة بابريكا كبيرة، معلقتين من الكمون، نص معلقة شطة مطحونة وهذه اختياري، ضفت لهم نص معلقة صغيرة من القرفة، ونص معلقة من الكزبرة المطحونة، ومعلقة زنجبيل بودرة، وهذه كمان اختياري بس راح تعطيكم طعمة كتير طيبة. هذا المعيار بيحتاج معلقتين كبار زي ما انتم شايفين من الملح. هذه هي المكونات اللي بتلزمنا. هلا راح اطحنهم على الماكينة. نحتاج انه احنا نطحنهم 3 مرات لحتى نحصل على الكبة تكون ناعمة ومزبوطة معنا وما تفتح معنا بالقلي. خلينا نجهز الحشوة. بالحشوة بحتاج كيلو من اللحمة المفرومة، مفرومة خشن، بتكون لحمة غنم، تفضل لحمة غنم، ولو حبيتي انك تستعملي عجل ما في مانع. بضيف اللحمة على مقلة بتكون كتير ساخنة لحتى ما تنزل مي كتير، بقلبها لغاية ما تبدأ تنشف المي. بضيف لها البصل المفروم وبنقلبها مع بعض. خطوة انه احنا نضيف اللحمة المفرومة قبل البصل ونقلبها على نار عالية كتير خطوة مفيدة، بتفرق معاك بطعمة اللحمة. هلا راح اضيف البهارات زي ما انتم شايفين: فلفل اسود وبابريكا ومعلقة صغيرة من القرفة. بالاول بنكون عاملينها على نار عالية. بضيف الملح وبغطيها وبتركها لغاية ما تستوي. شايفين كيف صارت معي؟ وهيك صارت عندي لحمة الحشوة جاهزة. خليني أرجع أشتغل بالكبة. هيك صارت عندي الكبة مطحونة 3 مرات. هلا الخطوة الضرورية: بحتاج كاستين من المي الباردة مثل هذا الكوب، بحتاج كاستين، برشهم رش على العجينة وبعجنها بإيدي. ضرورية هذه الخطوة. ما بضيف المي مرة واحدة دفعة واحدة، لا، برشهم رشات خفيفة وبعجن، رشات خفيفة وأعجن لغاية ما أحصل على هذا القوام من العجينة. هلا راح أغطيها بكيس نايلون لحتى ما تنشف معي، وأبدأ أشتغل فيها. قبل ما أشتغل فيها بدي أحضر عندي كاسة من المي الباردة، وأضيف لها معلقة صغيرة من النشا لحتى يسهل عليكي تشكيل حبة الكبة وما تفتح معاكي وما تشقق. طبعا أنا عملت معظم الكمية قبل التصوير. هلا راح أوريكم بالآخر كيف بتصير معاي حبة الكبة كيف. سهلة وبسيطة. هلا راح أحط في قلبها اللحمة. ممكن تضيفي مع اللحمة حبات من الصنوبر بس أنا ما ضفت. بسكرها بهذا الشكل. بتبللي أطراف الأصابع بالمي مع النشا، بتلفي على حبة الكبة بهذا الشكل. شايفين كيف طلعت معنا؟ ما شاء الله تبارك الرحمن. خلينا نعمل كمان حبة. أعطيتك بهذا الفيديو مكونات الكبة، امشي على نفس المكونات ونفس المقادير راح تطلع معاك كتير تشهي. بقفلها
بهذه الطريقة، وببل أطراف الأصابع بالمي مع النشا، وبمشي على حبة الكبة لغاية ما تعملي كل الكمية بهذا الشكل. شايفين كيف بقدر أخزنها؟ حطيت بالعلبة أول طبقة، بحط أغطيها بكيس من النايلون أو ورق زبدة على حسب المتوفر عندك. هلا راح أبدأ أرص بالطبقة الثانية. هيك بوفر عدد العلب اللي ممكن أفرزها، وبضمن إنه حبات الكبة ما تلزق ببعضها في الفريزر. وهي جهزت أول علبة. خلينا نجربها بالقلي. شايفين كيف طلع شكلها؟ ما شاء الله ريحتها كتير طيبة وما فتحت معي. شايفين كيف؟ ولا لزقوا مع بعض. بتحتاجي زيت يكون غزير شوي، ولما نبدأ ننزل حبات الكبة ما ننزلهم كلهم مباشرة مع بعض لحتى نحافظ على سخونة الزيت. ما شاء الله لونهم كيف طلع معي. راح أقلي كمية تانية. شايفين كيف طلعوا معنا؟ بسم الله ما شاء الله. بتقدميها مع السلطة، مع التبولة، مثل مع زبادي بخيار، مثل ما انتو بتحبوا. هاي الكمية عملت معاي مثل ما شفتوا، عملت معاي 4 علب. علبة قليتها وبتبقى عندي 3 علب راح احطهم بالفريزر. كل علبة ما يقارب 18 حبة، يعني عملت كيلو البرغل ونص كيلو لحمة، عمل معي ما يقارب 72 حبة. فيكي تزيدي المعيار وفيكي انك تستخدمي نص المعيار، نص الكمية. وهيك صارت عندي. أتمنى وصفتنا لليوم تكون عجبتكم، وألف صحة وعافية.